حنا فرحانين بهاد الاخوه المغاربه ديالنا جاو عندنا بصح وعمروا لنا البيت والمسائل، والحمد لله ان شاء الله غادي نربحوا الماتش، وغادي ان شاء الله عندي امل كبير اننا ان شاء الله عن الكاس ديالنا ان شاء الله باذن الله. You want to say something? ديما مغرب ديما مغرب. شا لا 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 ديما مغرب. في الصيف كنا ديك الساعه في الصيف واش كنديروا الصيف، وحنا كنا كنمشيو للعراسات، ما كنعرفوا كاع العراسات ديال مواليهم، كنا 4 كنتكدوا في الليل وكنمشيو فهمتيني، تنمشيو نقلبوا العراسات، تنبدا نختاروا واش هذا العرس مزيان هذا نمشيو للعراسات مزيان. غادي تشوفوا كرم الضيافه ديال المغاربه في هذا البيت ديال هذا السيد سي سامي شحال عرض العلم المغربي. السلام عليكم، برايم المنبي من مدينة برلين، ودادي من كازا، وإن شاء الله غنمشيو نتفرجوا الآن في المغرب هو واسكتلندا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مباركة لجميع المغاربة المشجعين المقيمين بالديار الأمريكية وبقية العالم والمغرب. منير العتاوي قادم من مدينة خريبكا، واليوم رحنا تنتواجدوا ببوسطن إن شاء الله من أجل المباراة ديال اسكتلندا، وديما مغرب ومحافظين على الثقافة المغربية ديالنا، والله يعلي الراية ديال البلاد. تنشكروا الأخ سامي على حسن الضيافة والمدام ديالو، وديما مغرب، وهاك يكونوا المغاربه. السلام عليكم، بالبشارة امين، اسم مدينه مراكش الولايات المتحده الامريكيه، باش نساندوا الفريق الوطني. الحمد لله الاجواء رائعه هنايا. كنبغي نشكروا الجاليه المغربيه المقيمه بالديار الامريكيه على حسن الاستقبال، ومنهم عائله السي سامي وعائله السي عبد المولى، وكنشكرهم جزيل الشكر. وان شاء الله اليوم جينا نساندوا الفريق الوطني في المباراه الثانيه، ويكون غير الخير ان شاء الله، وديما مغرب. تبارك الله عليك ان شاء الله. مربوح ان شاء الله. اعزائي الكرام، اعزائي الكرام، جينا من اسفي انا وعشيري وعسى، جينا بالسويق تفرجوا في المغرب، المغرب وديما مغرب ديما. السلام عليكم، معكم ابراهيم، جيت من اليوم من نيوجيرسي، اصل من كازا. اولا كنبغي نشكر خويا سامي على الاستضافه ديالنا، صادفنا عنده ليله كامله، واليوم ان شاء الله احنا في الطريق لبوسطن باش نشجعوا الفريق الوطني ان شاء الله، وكنتمنوا لهم التوفيق ومربوحه ان شاء الله. شكرا سي ابراهيم. تفضل. من جيرسي كنشجعوا المنتخب المغربي، وكنشكروا السي سامي على احسن الاستضافه، والجاليه المغربيه اللي مقيمه في نيو جيرسي بوسطن كناريكات، الله يعمرها دار. الله يحفظك خويا، مربوحه ان شاء الله. مازال نعطيك زيدوا تبارك الله. العائله السي عبد المولى. الو، السلام عليكم ولاد الدرب، انا عبد المولى بن الفقيه، كنسكن هنا في الديار الامريكيه في نيوجيرسي، وهذه الوايف ديالي. السلام عليكم، لبنى غالف من نيوجيرسي، جينا نشجعوا المغرب، ديما مغرب مربوحين ان شاء الله. والسي عبد المولى هو اللي عرفنا بالسي سامي. السي سامي كان اول لقاء ديالهم في المونديال ديال قطر، وسبحان الله من المونديال قطر تعرف على السي سامي، والسي سامي كنا في الطريق ديالنا لبوسطن، رحب بنا بدارو وتعشينا معاه وبتنا معاه. سي سامي، سي زبير، تبارك الله على سي زبير، ديما مغرب. السلام عليكم، ديما مغرب، بعدي يلا. لا 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 ديما مغرب. لا 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 ديما مغرب. لا 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 ديما مغرب. حمزة لا 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 وديما مغرب. لا 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 وديما مغرب. لا 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 وديما مغرب. مربوحة ان شاء الله. مربوحة. شي كلمات شكر. سيدي كنشكروك شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. سي سامي شكرا بزاف على اهلا وشكرا، الله يحفظك. شكرا. مرحبا الجميع. مرحبا. بسم الله. يقول المثل المغربي القديم: معرفة الرجال كنز، وهذا الكنز لا يقدر بثمن، عندما تتجسد قيم المروءة والكرم في شخص لم تجمعه بنا لا صلة رحم ولا جوار في أرض الوطن. في قلب هذا البيت نكتشف معنى الدار الكبيرة
التي فتحها لنا سامي ابن مراكش، الذي لم يكن يعرف هؤلاء المشجعين المغاربة قبل لقائهم في ملاعب قطر. رحلة بدأت بكرة القدم وتطورت لتصبح رابطة أخوية تتحدى المسافات. اليوم نأخذكم في جولة لنعيش معكم هذه الأجواء ونتعرف عن قرب على سامي، الرجل الذي جعل من بيته عنوانا للدفء والكرم المغربي الأصيل. السلام وكل الاحترام مشاهدينا الكرام، لا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا غاديين شادين طريق لبوسطن، واحد الأخ السي سامي رحب بنا وكيسكن في كاناريكات في الطريق إلى بوسطن. الحمد لله رحب بنا اليوم في الدار ديالو. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على السي سامي وكيفاش كانت التجربة ديالو هنا في الغربة. مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا السي سامي. مرحبا تعرف الجمهور عليكم. السلام عليكم اخوانا الجمهور المغاربه في ما كانوا. الحمد لله انت مغربي في الدم، رغم اننا الحمد لله تقريبا هذه 32 سنه باش خوت ان شاء الله باش خوت المغرب، ولكن كنمشي للمغرب الحمد لله 6 مرات 4 مرات في العام الحمد لله. كما كانت شي بورتونيتي كنمشي ان شاء الله. فهذه شنو السبب اللي خليك تستقر هنا في امريكا؟ وبصراحه امريكا دوله بصراحه يعني هنا في امريكا يعني بلد فرص. يعني بلد فرص، يعني بلاد اللي هي تخدم تجتهد توصل، يعني ما كاينش اللي غادي شي واحد يوقف لك قدامك نهائيا. يعني البلاد اللي هي فهمتني، يعني البلاد اللي انك لا خدمتي غادي تلقى النتيجه. ما يحيدهاش الطبيب كي تنقولوا حتى حنا فهمتني. هادشي يعني وبصراحه يعني جات لي فرص مشيت لاوروبا، شفت اوروبا داك الشيء، ولكن اخويا بصراحه ما كاينش احسن امريكا. عندك جوج بلاد اللي انا في الدم ديالي، امريكا والمغرب. كيفاش كانت الحياه ديالك؟ قربني شويه كيفاش في الحومه، كيفاش الاجواء ديال المراكشين؟ انا عارف المراكشين معروف بصراحه نقول لك حنايا ديك الساعه فهمتني بنادم تيقرا وراه ما خدام ما والو بالنسبه فهمتني. يعني كنا الماتشات مع الدراري، الكره تجمع في الدرب، تقاشب وهذا في الصيف. كنا ديك الساعه في الصيف واش كنديروا الصيف وحنا كنا كنمشيو للعراسات، ما كنعرفوا كاع العراسات ديال مواليهم، وكنا كل 4 كنتكادوا في الليل وكنمشيو فهمتني. تنبداو نقلبوا على العراسات، نختاروا واش هذا العرس مزيان هذا نمشيو للعراسات مزيان. هذا هو كانت الحياه تقريبا بالنسبه للصيف والسفر. يعني كاي واحد مغربي بصراحه ماشي زعما ماشي جينا نمشي مع عائله اللي هي نقولوا كنت سميتو الحمد لله. هذيك الوقيته ملي جيتي وقيلا كانوا المغاربه شويه قلال، كيفاش تاقلمتي مع الجو؟ انا علما ان المغاربه كانوا قلال في هذيك الفتره. فاش لقيتها فاش جيت انا جيت نيويورك، كان ديك الساعه كنت في فاستوريا ستانواي، وكان ديك الساعه شويه كان مشيت المغاربه كانوا بزاف الطليان والغريك في هذيك المنطقه. وبصراحه حتى المغاربه تعرفنا معاهم الضربه جاو كانوا كلهم انسان طيبين بصراحه. حتى الان باقي كاين اللي كل واحد فين اي ولايه فين مشاو، وحتى الان باقي زعما اتصالات بيناتنا، يعني كنتصلوا بعضياتنا داك الشيء. بصراحه ما عملنيش اي حاجه من اي مغربي الحمد لله. كل زعما الناس بصراحه كيتعاونوا المغاربه، بصراحه كيتعاونوا اللحظه كاع بالخصوص اللي كيشوفوا بنادم يجي في الاول بانه تلفان وها فهمتيني باغي فهمتني. يعني شي واحد اللي دوز تجربه خايبه ولا صعيبه ولا شي حاجه كيسهلها على الواحد اللي كيجي داك الاول تيقول له بنتي يعني كتور فهمتني يا بلا ما دوز انت نفس التجربه دزت منها انايا سميتو هذا. وانا بصراحه اي واحد زعما من المغاربه كامل ولا شي واحد انا تنحاول بانه تنقول ليه قرا القرايه مهمه حتى العشره بصراحه. بديت الفليب قبل ما يبدا كاع اني الشو ديال التي في فليب، وانا منها البروكر ومنها الديزاينر ومنها الكونستراكشن فهمتيني. انا كان عندي كونستراكشن، عندي التري ديالي خدام معايا كان الكونستراكشن، كان فهمتي كنت نشري بروبري تنشري فول كوتر يا كان نقاري ذا هول ثينغ فهمتيني. وكان نعاود صايبه عاوتاني كاين شي وحدين تنخليهم. كاين هذاك لونغ تيرم انفستمنت وكاين هذاك الشورت تيرم انفستمنت. يعني الشورت تيرم انفستمنت صعب داك تطفليب بها كتربح فيها فهمتي شويه وهذه موف اون نيكس فهمتي. بالنسبه للمغرب مؤخرا شي عام ونص هذه ان شاء الله انا شريت واحد الفيرما جات مراكش جات وريكا تقريبا واحد 5 دقائق، فكنبني فيها دابا الحمد لله كنبني فيها واحد الفيلا، وفي البروسيس ان شاء الله نشري واحد الفيرما مورايا وداك الشيء، وباغي ندير فيها واحد 3 الفيلات 4 الفيلات على حسب التوريزم ان شاء الله.
يعني انا تاخرت، ولكن أنا دابا كنفكر بان المغرب هو البلاد اللي غادي فهمتيني كنحاول نستقر فيه. يعني ولادي عايشين هنايا صغار، يعني نحاول ندير 3 شهور في المغرب 4 شهور في المغرب وجي هنا عاوتاني نشوف الوليدات وهذا 1 شهرين وعاد في المغرب. ولكن بصراحه انا ما كرهتش نبقى في المغرب. لان المغرب بصراحه جماعه جات يا كتسمعوها انت الناس هما جاو، يلا نمشيو نستقبلوهم. يلا مرحبا، يلا زيد. مرحبا مرحبا. لا سلامتنا. احنا وصلنا. وصلتي؟ السلام عليكم، مرحبا بكم. مرحبا بكم. كي بقات شويه لاباس؟ الحمد لله كلشي بخير. السلام عليكم. مرحبا. اهلا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم الراجل اهلا كي داير لاباس عليك؟ شي بخير. وكي كيتسنى. السلام لاباس عليك؟ السلام عليكم. كنتسنى القرون تحية انا الراجل كي داير لاباس عليك؟ بخير صحيحه. ترحي علينا. السلام عليكم، كي داير خويا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. الله بخير. مرحبا. شي زوبير. تحياتي خويا. لاباس؟ كلشي مزيان؟ السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ السلام عليكم. نعم. تفكروا ان شاء الله يعني نستمروا في المغرب ونديروا شي استثمار ان شاء الله باذن الله، لان نحاولوا، لان بصراحه المغرب تطور بزاف، يعني بدا تيجلب النظر ديال المستثمرين خارج العالم، وان شاء الله احنا الاولين كمهاجرين مغاربه فهمتني، لازم نستثمروا ان شاء الله. وهادشي هذا هو البلان ان شاء الله. احنا خدامين في واحد المشروع وحنا ان شاء الله باذن الله لكن شي مشروع اخر ان شاء الله ندخلوا فيه باذن الله. يعني بصراحه هذه الصراحه، يعني البلاد ديما كتبقى هي البلاد اللي غادي في الاخر نرجعوا ليها، لان بصراحه هذيك التراب ديال البلاد اللي ما عمرها كتحيد، يعني ديما كتبقى في الدم. فرغم اي تراب مشيتي لاخر تيبقى هذاك التراب المغربي هو اصل. مستعد غدا ان شاء الله المباراه؟ ان شاء الله. مستعد. انا من الناس اللي محبين الكره المغربيه بالخصوص المنتخب. يعني الحمد لله طاحت لي فرص، مشيت بزاف اماكن المنتخب. اخر مره كنا رحت للشيلي انا واصدقاء ديالي، ورحنا تفرجنا في الدومي فينال وتفرجنا الفينال، الحمد لله جبنا الكاس معنا. وان شاء الله يعني دوز وقيته اخرى في قطر وفي روسيا، وان شاء الله هذا العام هذا انا عندي بصراحه احساس اننا ان شاء الله الكاس ديالنا ان شاء الله. كما مشيتي جبتي من الشيلي ان شاء الله نجيبوا جيرزي فينال. جيرزي ان شاء الله من الفينال. كيف كان الشعور؟ هو الكاس جا عندنا ديجا، هو جا قربنا في نيوجيرسي دابا فهمتيني. رجعوا لي عاوتاني فهمتيني، جا دابا جانا في نيوجيرسي ان شاء الله، بحنا نشدو من نيوجيرسي ان شاء الله ونبداو الرباط. كما افتتحنا اول مباراه مع البرازيل ان شاء الله نختتموها ان شاء الله ان شاء الله، ونجيبوا الكاس ان شاء الله. وانت كما قلتي مشيت نختتموها ان شاء الله مع فرنسا، وغادي نغلبوا ان شاء الله فرنسا ب2-0 باذن الله في الفينال. كما قال ممداني، وقيله ممداني قال لا والله ما عرف. صافي من فرنسا. انا مع فرنسا، انا مع فرنسا ان شاء الله، مع فرنسا، وغادي نربحوا ان شاء الله فرنسا ب2-0. كيف كان الشعور ديالك انت واحد من الجاليه المغربيه ملي استقبلتي خبر ان المنتخب الوطني المغربي غادي يجي هنا لامريكا وغادي يشارك في كاس العالم؟ والله لا بصراحه، يعني بالنسبه لي انا كشخص، انا بالنسبه لامريكا مزيان لان يجي قريب ليا، ولكن بالنسبه لي انا ما عندي مشكل. انا كنت في مكان المنتخب كنديبلاصا هذه سنين، يعني سنين كنديبلاصا سنين. ماشي اول مره فهمتني. يعني واخا ان الكاس العالم جا لهنا لامريكا،
يعني امريكا ما شاء الله، امريكا بحال قلتي جامعه اوروبا كامله، اوروبا كامله يعني هذه خص السفر يعني الى المنتخب ان شاء الله. قدر يلعب في تكساس ولا المكسيك. عندك المكسيك تقريبا من 7 سوايع طياره يعني من هنا يعني سو بحال مسافر يعني من دوله لدوله. وفهمتيني المكسيك ولا تكساس 4 تقريبا 5 سوايع. فهمتيني 4 سوايع يا كتلزع ديال الكره تاعي فوالا. نديو معنا غدا التيران. غدا التيران معنا غدا التيران. جرينا اللعابه وقلنا الجول. كما قلنا ومره اخرى خويا شكرا بزاف على الاستقبال ديالك لينا هنايا. يا مرحبا. صراحه انا تعرفت عليك من واحد الجروب ورحبتي بنا. الله وشكرا خويا مره اخرى. الحمد لله الله يحفظك. كنا خوت دارنا دار الجميع المغاربه. اللهم لك الحمد. الله يحفظك. السلام عليكم خويا. شكرا. الله يحفظك. السلام عليكم، سميتي زبير، ولد عبد المولى. احنا هنايا في الدار ديال سامي. بغيت نقول ليه شكرا على كل شيء، على باش نباتوا هنايا. ان شاء الله ديما مغرب. الكرم ليس مجرد طعام وشراب، بل هو حالة إنسانية تتجلى في أبهى صورها داخل بيت سامي ابن مراكش. رحب بنا هو وزوجته وكأننا نعرفهم منذ سنوات، رغم أن لا قرابة تجمعنا بهم سوى شغف كرة القدم الذي وحد المغاربة في قطر. ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. شكرا بزاف على المشاهده. دابا الدور عليكم في هذا الفيديو، اشنو رايكم في هذا الفيديو هذا؟ واش تفاجأتوا بالتفاصيل اللي سمعنا؟ كتبوا لنا الاراء ديالكم في التعاليق وشاركوني الوجهه ديال النظر ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك واشترك في القناه باش يبقى يوصلك ديما الجديد. وشكرا.